ابني عنده 6 سنين، عصبي وعنيد وعدواني جدا، وخاصة مع أخوه اللي أصغر منه. هو مستواه الدراسي كويس جدا بس مش بيسمع كلامي، وممكن يمد إيده عليا للأسف. مش بيخاف من باباه بس بيخاف مني. أنا عارفة إن ممكن أكون أنا اللي وصلته لده بسبب إني بضربه كتير، ومثلا لو عاقبته إن مفيش مصروف مش بيفرق معاه، ولو خصمته ممكن يطنش. يا ترى إيه الحل؟ من أكتر الشكاوي اللي بتجيلنا في الفترة الأخيرة سواء الرسائل أو الاستشارات هي مشكلة عند الأطفال. وأنا في الحقيقة اخترت الرسالة دي بالذات لأن الأم فيها حطت إيديها على الأسباب اللي أدت بالطفل ده إنه مش بس يكون عنيد، ده بقى عدواني وعصبي ويمد إيده على أمه ويضربها وكمان يضرب أخوه. وقالت كمان إن اللي وصله ده هو بسبب ردود أفعالها وتعاملها تجاه تصرفاته. نرجع ونقول تاني، الطفل العنيد هو نعمة عظيمة تستاهل نشكر ربنا عليها، وخاصة بقى مع ظهور الأحداث المؤسفة اللي بتحصل حوالينا في كل مكان دلوقتي. بس السؤال هنا، إزاي أحافظ على مميزاته دي من قيادية ومثابرة واستقلالية ومسؤولية وثقة وغيره وغيره، لا وكمان يفضل يحبني ونحافظ على علاقتنا أنا وهو؟ الموضوع محتاج مني شوية جهد على كتير من الصبر مع مجموعة مهارات أتعلمها علشان أطلع أحسن نسخة مني. تقدري دلوقتي تسجلي معانا في ورشة كنترول مام أونلاين على زوم من خلال الرابط الموجود في البوست والحقي الخصم المبكر. أشوفكم في الورشة.